تعالوا نعمل مع بعض احلى سندوتشات شاورما سوري، وهنعمل كمان التوميه والعيش ده كمان هنعمله مع بعض. يلا بينا. يلا بينا. عندي هنا كيلو من اللحمه الكندوز متقطعه شرايح رفيعه. البهارات عباره عن معلقه كبيره من الثوم البودر، بصل بودر، بابريكا، 7 بهارات، ملح وفلفل اسود ورشه من جوز الطيب ورشه من القرفه ومعلقتين كبار من الخل. هقلب الكلام ده كله مع بعض وهسيب اللحمه في التتبيله لمده ساعه. تعالوا بعد كده نشوف العيش عملناه ازاي. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، هنزل بذرة من الملح و3 معالق كبار من الزيت، وهعجنهم بمية دافية. وبعد ما الم العجينة في الطبق هنزل بيها على الرخام علشان اعرف اعجنها كويس. وبعد ما اعجنها كويس هسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة، علشان كل ما ترتاح كل ما هتتفرد معايا كويس. ولغاية ما العجينة ترتاح يلا بينا نعمل التومية. عندي هنا حلة على نار هحط فيها كوباية من المية وعليها معلقتين كبار من النشا، وهقلب النشا مع المية كويس لغاية ما النشا يستوي. هعرف ازاي ان هو استوى لما قوامه يتقل ويبقى لونه شفاف، وكده استوى النشا معايا. هسيبه يبرد، وبعد ما يبرد هاخده على الكبة. وتعالوا نشوف الاضافات اللي هنضيفها بعد ما حطينا النشا. هحط 3 معالق كبار من الزبادي، و3 معالق كبار من المايونيز، و5 فصوص من الثوم، وملح، وهضربهم كويس في الكبة. وبعد كده هنزل عليهم بربع كوباية من الزيت، بس هنزل بالزيت واحدة واحدة. وده قوام وشكل التومية. بجد احلى وصفة للتومية، جربوها مش هتندموا. ويلا بينا بعد ما عملنا التومية نساوي اللحمة. عندي هنا طاسة على النار هحط فيها معلقتين كبار من الزيت ومكعب من الزبدة، وهنزل باللحمة. بنحاول نوزع اللحمة كويس في الطاسة. بعد ما اللحمة تبتدي تحمر وتاخد اللون ده هقلبها، ولما تنزل المية بتاعتها ويتشرب المية هنزل بالخضار اللي احنا محضرينه، عبارة عن بصل وطماطم وفلفل. هقلبهم كويس مع بعض، ومش عايزة الخضار يغيب على النار، انا عايزة يبقى محتفظ بقرمشته. وبعد كده هنزل ببقدونس، وكده عندنا احلى شاورما. يلا بينا نشوف العجينة هنعمل فيها ايه بعد ما ارتاحت. هرش على الرخامة دقيق، وبعد كده هنزل بالعجينة وهفردها رول. وبعد كده هقطعها قطع صغيرة، واحاول على قد ما اقدر تبقى القطع دي قد بعض. وهاخد كل قطعة واكورها كور. يلا بينا بقى نفرد كل كورة. هرش دقيق، وبعد كده احط العجينة وارش عليها برضو دقيق، وافضل افرد في العجينة لغاية ما تبقى خفيفة خالص وشفافة. وكل ما تلزق في الرخامة ارش برضو دقيق علشان يساعدني على فرد العجينة. وفي الوقت ده بنكون حاطين طاسة على النار ودهنينها زيت. وكده العجينة اتفردت كويس، شايفين ازاي شفافة. بعد كده بحطها في الطاسة لغاية ما تستوي. وده شكل العيش بعد ما سويناه. ده بيتقال عليه رواق طاري او عيش صاج او عيش سوري. يلا بينا نعمل السندوتشات. احط شاورما والتوميه والف السندوتشات، وعندي الجريل حاطه فيها زيت، واول ما بتسخن بدي تحمير للسندوتشات ده. وكده عندي احلى سندوتشات شاورما. جربوها ومش هتندموا. ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير.